الحكاية بتبدأ بشاب سايكو سايق عربيته. الشاب ده عبارة عن سفاح متسلسل، وفي الحقيقة هو كان ماشي على طريق مقطوع بيراقب الضحية بتاعته، وقام خابط العربية اللي قدامه من ورا عن قصد. هدفه كان واضح، يعمل حوار ومسرحية علشان يجبر الضحية تنزل من العربية. الراجل العجوز اللي في العربية التانية نزل وهو متعصب وبدأ يشتمه من غير ما يعرف إن دي آخر لحظات في عمره، وإن القاتل هيبدأ ينفذ لعبته الدموية. السفاح ده خلص على الراجل العجوز بمنتهى الجحود والقسوة، فضل يضرب فيه بالسكينة ورا بعض ضربات متتالية لحد ما خلاه في حالة متأخرة جدا ومفيش أي أمل إن هو يعيش. وحسب المعلومات دي كانت الجريمة رقم 20 للسفاح ده. تاني يوم البوليس الكوري وصل لمسرح الجريمة. كل العساكر والضباط اتصدموا وتوتروا من منظر الجثة، لأن كل الجرائم الأخيرة كانت بتتعمل بنفس الطريقة بالظبط. كل مرة القاتل بيخبط عربية الضحية من ورا وبعدها يستغل الفرصة ويخلص عليه بدم بارد. المفتش كام جاب آخره وتعب جدا من القضايا دي، بقالهم شهور والبوليس الكوري مش عارف يوصل لأي خيط أو نتيجة حقيقية في الوقت اللي لسه السفاح فيه بيلف وبراحته بره قبضة القانون. بعد التحقيقات كام راح للقيادات بتوعه وقال لهم إن ده بوضوح كده شغل قاتل متسلسل بيقتل الناس من غير أي سبب، لكن الضباط الكبار اللي أعلى منه كذبوه وما اقتنعوش بكلامه وقالوا له مفيش حاجة اسمها قاتل متسلسل في كوريا، انتوا بس اللي خيالكم واسع وبتهيسوا. بالعكس كمان هزقوا فريق الشرطة وقالوا عليهم فاشلين وشالوا كم من القضية خالص. من الناحية التانية بقى وفي ظروف مختلفة تماما، عمنا دونج لي بقى زعيم عصابة ومافيا قد الدنيا. روتين دونج لي اليومي في حاجة كده مميزة وخاصة بيه، كل يوم الصبح لازم يتمرن ملاكمة، بس كيس الملاكمة اللي بينزل عليه ضرب ده مفهوش رملة، ده بيبقى جواه عيل من رجالته في العصابة، لأن أي حد بيفكر إنه يخونه أو يغدر بيه بيدفعوا تمن غالي قوي. في وقتنا ده مكانة دونج لي بقت من أكبر الزعماء في عالم الجريمة، ماسك في إيده مناطق كتير وشغلانات وتجارة بملايين. في يوم من الأيام كان في قاعدة علشان يقسموا فيها المناطق، بس زعيم العصابة التانية استهتر بدونج لي وحطه في حجم صغير، ولما واحد من رجال دونج لي اتكلم بالنيابة عنه قام الزعيم البجح ده كابب المايه في وشه، هزق دونج لي وقال له انك ما تعرفش تلم رجالتك. ساعتها دونج لي نفسه طلع لقدام وقام ضارب الراجل بتاعه هو بنية في وشه علشان يفهمه امتى يتكلم وامتى يخرس، بس ما عتقش برضه الزعيم بتاع العصابة التانية وقام كسر له اسنانه وخلع له سنة. الكل فهم ساعتها ان اللعب مع دونج لي فاتورته غالية قوي، وقام واخد السنة بتاعت الراجل ده ورماها في كوباية، ومن كتر الرعب زعيم العصابة اللي قدامه مسك الكوباية وشربها وهو ساكت. بعدها اتفاقية تقسيم المناطق خلصت بهدوء ومن غير دوشة. في الليلة دي دونج لي قرر انه يروح بيته لوحده، وكان سايق عربيته من غير اي حراس، بس وهو ماشي في طريق ضلمة ومقطوع فجأة عربية تانية خبطته من ورا خبطة جامدة. في الحقيقة ده كان السفاح اللي بيدور على فريسة، والمرة دي نصيبه وقدره انه يختار دونج لي بنفسه علشان يكون الضحية اللي عليها الدور. بعد الخبطة ولما لقى ان العربية ما تضررتش قوي دونج لي نزل بكل هدوء. دونج لي كان خلاص هيكبر دماغه ويسامحه، بس يا دوب بيلف وشه الناحية التانية فجأة السفاح طلع السكينة ونزل طعن في دونج لي طعنات ورا بعضها، بس دونج لي صحته شديدة وعافي علشان كده قدر يقلب الترابيزة في الوقت المناسب ومسكوا في بعض وضربوا بعض ضرب غشيم. دونج لي فضل ينزل عليه ضربات تقيلة وفي الآخر ضرب السفاح طعنة غويطة في صدره، والسفاح لما لقى الدنيا بتبوظ منه جري وركب عربيته بسرعة وقام خابط دونج لي خبطة جامدة وخلع وهرب من المكان. تحس كده ان كل حاجة خلصت وانتهت، بس لحقوا دونج لي ونقلوه المستشفى في الوقت المناسب وكتبوا له عمر جديد. هنا بقى رجاله دونج لي افتكروا ان ده ملعوب ومؤامره من زعيم العصابه الاولاني، من غلهم راحوا المنطقه بتاعته وكسروا وبوظوا الدنيا. بصراحه الرجاله دي مخلصه ووفيه بجد. من الناحيه التانيه حاله السفاح بقت متدهوره جدا، الضربه اللي اخدها من دونج لي في صدره كانت خطيره، وهو بيعافر مع الوجع حاول انه يعالج جروحه بنفسه. في نفس الوقت ده كان في راجل عجوز معدي بالصدفه وقام واقع هو كمان كضحيه للسفاح ده. تاني يوم صح دونج لي اتحسنت كتير وقال لواحد من رجالته ان الهجوم بتاع امبارح ده مش من تدبير زعيم العصابه القديم، لان الراجل اللي هو واجهه طريقه ضربه وعراكه مش طريقه بلطجي عادي. دونج لي كان حافظ رقم عربيه الراجل ده وكتب الرقم في ساعتها وبعت رجالته علشان يقلبوا الدنيا ويدوروا وراه. الضابط كام لما وصل له خبر ان في زعيم مافيا اتضرب بسكينه استغرب واتصدم جدا، راح طوالي يقابل دونج لي علشان يفهم ايه اللي حصل وياخد اقواله، بس دونج لي مرضيش يديله ولا ربع دليل حتى، لان من وجهه
وجهة نظره البوليس الكوري ده منظر على الفاضي ما يعملش حاجة، وده خلى كيم يتخنق ويتعصب أكتر وقرر إنه يشتغل ويدور بنفسه. ولما راح شاف عربية دونج لي لقى إن ظهرها متدغدغ وبايظ خالص. من هنا اتأكد إن 1,000,000% ده شغل السفاح اللي بيدور عليه. من جهة تانية زعيم عصابة كبير بيطلب من بلطجي صايع في الشارع، دي حاجة نزلت من هيبة وكرامة دونج لي في الأرض. مش بس كده، ده زعيم العصابة الأولاني جاله بنفسه علشان يشتكي له وقال له إن رجالتك جم عندي وكسروا المنطقة بتاعتي بسبب سوء تفاهم ولازم تدفع تعويض عن كل الخراب ده. وفضل يتريق على دونج لي ويقول له لو أنا مكانك وزعيم كبير وحصل لي كده ده أنا كنت انتحرت يا أخي من الكسف. دونج لي لما سمع الكلام ده كان بيغلي من جواه، بس علشان ما يكبرش المواضيع ويلم الدور سكت وبلعها بمزاجه. هناك بقى كام راح للضابط الكبير بتاعه يطلب منه إذن إنه يقبض على دونج لي ويحقق معاه، لأنه مقتنع إن دي الطريقة الوحيدة اللي هتوصلهم للسفاح بسرعة. بس الضابط الكبير رفض الفكرة دي شكلا وموضوعا، لأنه في الأساس متورط ومظبط أكل عيشه الشمال مع دونج لي من تحت لتحت. كده كان بقى بطوله ولوحده، والناحية التانية السفاح لسه سارح وبيمرح في الشوارع. رجع السفاح تاني يطلع بالليل علشان يصطاد. المرة دي بقى ضحيته كانت على طريق هادي ومقطوع، عمه سواق النقل اللي كان قاعد مستني يحمل البضاعة، وبكده روح بريئة تانية بتروح ببلاش ومن غير أي سبب. ولما القاتل طلع جوه المقطورة لقى تورتة عيد ميلاد محطوطة هناك. في الأصل السواق الغلبان ده كان مروح علشان يحتفل بعيد ميلاد بنته، لكن القدر والنصيب كان ليهم رأي تاني. السفاح فتح التورتة وبدأ ياكلها بكل جحود وبجاحة، وفي اللحظة دي كان في راجل تاني موجود جوه المقطورة. القاتل بصله وابتسم ابتسامة ترعب. تفتكروا الراجل ده نهايته كانت ايه؟ اكيد كلنا فاهمين اللي حصل. القاتل خلص عليه هو كمان، وهو بيهرب وقعت منه السكينة غصب عنه على جنب الطريق. تاني يوم دونج لي جاب رسامة وخلاها ترسم ملامح وش السفاح، وبصراحة كانت فنانة ورسمتها زي الفل. دونج لي مسك الرسمة وسرح رجالته في كل حتة علشان يقلبوا عليه الدنيا، لكن في نفس الوقت كانت الإشاعات ملت البلد إن في حد بيحاول يختال دونج لي، وبسبب كده هبته واسمه في السوق بقوا في النازل يوم عن يوم. وفي شركاء كتير ليه في الشغل رجعوا في كلامهم وما رضيوش إنهم يستثمروا معاه، ولو فضل الوضع على كده إمبراطورية دونج لي مش هتعمر كتير. رجالته هم بيدوروا لقوا السكينة إياها مرمية على جنب، واللي وقعت من السفاح بعد جريمته. لما دونج لي شاف السكينة الدم غلي في عروقه وناره زادت تاني. وتاني يوم على طول دونج لي والظابط كيم قعدوا واتفقوا، قرروا هما الاتنين يحطوا ايديهم في ايدين بعض علشان يجيبوا السفاح ده بأي تمن. دونج لي وافق انه يسلم البوليس كل الادلة التقيلة اللي في ايده. دلوقتي من ناحية عندك القانون ومن ناحية تانية قوة المافيا، وفي النص ما بينهم وحش كاسر. بس كان في شرط بينهم، اللي يمسك السفاح الاول هو اللي ليه الحق الكامل يحاسبه ويعاقبه بمزاجه. بمجرد ما الرسمه وصلت لكام بعت كل زمايله يمشطوا المناطق ويدوروا في كل حته، لكن قبل ما يمسكوا السلاح دونج لي رتب لعبه اوسخ واخطر من كده بكتير. ادى لرجالته السكينه بتاعت السفاح وخلاهم يخلصوا بيها على زعيم العصابه الاولاني اياه. هدفه كان صريح وواضح، من ناحيه يطير منافسه في السوق، ومن الناحيه الثانيه يلبس الليله كلها للسفاح. تاني يوم البوليس نزل موقع الجريمه. موت زعيم مافيا كبير زي ده قلب قسم الشرطه كله، والاخبار في التلفزيون نزلت ان زعيم العصابه اتقتل بسكينه السفاح. في الوقت ده السفاح كان قاعد في قهوه بيتفرج على التلفزيون وشايف نفسه بيلبس قضيه ما عملهاش. بدا يغلي من جواه يتفرس من الغيظ. وفي نفس الليله دونج لي راح جنازه زعيم العصابه اللي مات وهو بيتريق واخد الموضوع بهزار. وفي زاويه كده في الجنازه كان السفاح واقف بيبص لدونج لي بنظرات كلها غل وحقد. بس هو ما كانش رايح هناك علشان يقتل دونج لي، هو بس سرب ورقه في الخباثه لرجاله الزعيم اللي مات مكتوب فيها ان دونج لي هو اللي قتل معلمكم بسكينتي. بعد الجنازه السفاح رجع تاني لصيد الليل وفضل يخلص على الناس بقلب ميت ومن غير رحمه. من الناحيه التانيه دونج لي والظابط كيم كانوا لسه بيدوروا على اي دليل، بس فجاه ولعت حريقه وحصل حوار كبير. رجاله الزعيم اللي مات هاجموا على دونج لي علشان ياخدوا الطار، كانوا عايزين يخلصوا عليه باي ثمن. بس دونج لي مش عيل فرفور ولا راجل عادي، لوحده سد ونفخ من 10 ل 12 بلطجي بكل سهوله. اي عيل امه داعي عليه بيجي قدام بنيته وبياخدها وينام على الارض في ساعتها. في ثواني كل رجاله الزعيم الميت اتكنسوا واتمسح بيهم الارض على ايد دونج لي. هناك بقى الظابط كيم كان ماسك في خناق واحد بلطجي تاني، بس الظروف عكست معاه وقتل البلطجي ده بالغلط. ولو الحوار ده اتعرف هيروح ورا الشمس ويعفن في السجن بقيه عمره. بس المره دي دونج لي وقف مع كيم ودفنوا الجثه في السكيتي من غير ما حد يحس. تاني يوم الظابط الكبير لما شاف الخرابيش والضرب اللي في وش كيم اتخض واتوتر، بس برضه ما رحموش وبعتوا من غير تاخير علشان يحقق في قضيه خطف.
لسه ما خلصش من مصيبه والتانيه نزلت فوق دماغه. الضغط المتواصل والتعب خلوا كيم يجيب اخره ويبقى على اخره. وهو بيحقق لمح واحد شكله مش مريح واقف على نص حاره ضلمه. في لحظتها حس واتاكد ان هو ده الراس الكبيره اللي ورا كل حاجه وما يطلعش حد غير السفاح اياه. كام خد الاتنين زمايله وطلعوا يجروا وراه طوالي، بس يا دوب مشوا مسافه صغيره والواد فص ملح وداب. الفشل ده خلى كيم يحبط جدا ونفسيته تتعب. بدا يحس انه ملوش لازمه وما بيعرفش يعمل حاجه. لما رجع القسم في عسكريه ادت له خيط مهم جدا في ايده وقالت له انهم رفعوا بصمات من مسرح الجريمه، وعلى اساس البصمات دي كيم بقرب من اي وقت فات انه يوصل للسفاح. في النهايه كيم وصل للمكان اللي الراجل ده متخندق فيه، بس لما شاف المنظر هناك هو نفسه اتصدم. المكان عباره عن خرابه وعشوائيات متكسره. كيم فتش البيت وعينه وقعت على صوره عيله كده، قام مطلع الدليل اللي دونج لي كان باعته له قبل كده وطابقه مع الراجل اللي في الصوره، والنتيجه كانت تطابق 100% وما بقاش فيه مكان لاي شك. كيم في ساعتها بعت ريكورد الصوت لدونج لي وقال له انه لقى السفاح. اول ما دونج لي سمع الريكورد قال بكل ثقه ايوه هو ده ومن هنا بقى الفيلم بياخدنا لقمه الاكشن والاثاره. في نفس الليله دونج لي جمع كل رجالته تاني، كل عيل فيهم ماسك في ايده صوره للسفاح والاوامر كانت واضحه، دوروا عليه وهاتوه عايش، واللي هيقفل المهمه دي بسلام ليه مكافاه محترمه من دونج لي. السؤال هنا بقى، لو هويه الشيطان ده اتكشفت للكل نهايته هتبقى ازاي؟ رجاله دونج لي انتشروا في كل شبر وكل خرم ابره في المدينه، اكتر من 60,000 شقه ايجار، الاف الاماكن المشبوهه، الحواري، قلبوا الدنيا كلها. بس الغريبه ان بعد كل التدوير ده السفاح ملوش اي اثر، بس زي ما بيقولوا كل حاجه ليها وقت ووقته كان بيقرب خلاص. تاني يوم دونج لي كان واقف على الرصيف بيستنى عربيته، فجاه لمح بنت في الكليه واقفه بتغرق في المطر الشديد. دونج لي ما فكرش ثانيه واداها الشمسيه بتاعته في هدوء. هو من بره شكله يخوف ومرعب، بس من جواه قلب ابيض وطيب. في نفس الوقت ده كيم وصل وقال للبنت ابعدي عن الراجل ده زعيم مافيا وعصابات. البنت بصت لدونج لي وضحكت وقالت ده شكله كيوت خالص اكتر من انه يكون زعيم عصابه. لما سمع الكلمه دي دونج لي نفسه ما قدرش يمسك نفسه من الضحك. بعدها بشويه البنت شكرت دونج لي وركبت الاتوبيس وروحت على بيتها. في الليله دي دونج لي وكل الرجاله قعدوا يهيصوا وياكلوا ويشربوا للصبح. من كتر الهيصه والانبساط كيم وزمايله الاتنين نسيوا اصلا انهم عساكر في الشرطه. بس الفرحه دي ما تطولش كتير، فجاه خبر عاجل نزل على التلفزيون، في جريمه قتل تانية حصلت النهارده والضحيه ما تطلعش حد غريب، دي بنت الكليه اللي دونج لي اداها الشمسيه الظهر. المذيع قال ان البنت دي ضربت بالسكينه في بطنها اكتر من 10 مرات. اول ما سمعوا كده الدم غلي في عروق دونج لي وكيم. دونج لي امر رجالته فورا ينزلوا يجيبوا الواطي ده النهارده لانه لسه عامل الجريمه حالا واكيد ما لحقش يبعد كتير. بس شوارع البلد كانت زحمه ومتروسه ناس، في الزحمه دي انك تلاقيه ده كان شبه مستحيل. بعدها دونج لي ورجالته استخبوا ونصبوا كمين على طريق مقطوع، بس السفاح حس بدري ان في حد متتبعه ومراقبه، قام دايس بنزين على الاخر وطار بالعربيه باقصى سرعه. دونج لي وكيم لزقوا في ديله في ساعتها. المطارده دي كانت مرعبه لدرجه ان في 3 عربيات لبسوا في بعض خبطه جامده، كل اللي في العربيات داخوا والدنيا لفت بيهم. بس في وسط الهيصه والزحمه دي السفاح قدر يفلت ويهرب تاني. دونج لي وكيم حطوا روحهم على كفهم وطلعوا يجروا وراه لانهم لو ادوا له فرصه تانيه دي هتبقى كارثه. وفي اللحظه دي السفاح عمل كمين وهجم على واحد من رجاله دونج لي والراجل مات في ساعتها وفي مكانه. لما دونج لي وصل كان الوقت فات خلاص. الراجل وهو بيموت وفي اخر انفاسه شاور بصباعه وقال لهم السفاح هرب في انهي اتجاه، ما بقاش في حل تاني. دونج لي جز على اسنانه وطلع يجري لوحده ورا الوحش ده لان الموضوع ما بقاش طار بس، ده بقى مساله عدل. دونج لي فضل ماشي ورا نقط دم السفاح لحد ما وصل لبار وكباريه، فضل يفتش في كل اوضه هناك. الناس جوه عماله تضحك وهايصه ومبسوطه، بس كان في حاجه غلط ومريبه في الجو. دونج لي ركز ودقق النظر، لمح بنتين في ركن بيعيطوا وميتين من الرعب. في نفس المكان السفاح ماسك بنت تانية واخدها كرهينة. السفاح نفسه حس ان يومه اسود وانه هيتنفخ ضرب النهارده. في الثواني اللي بعدها دونج لي كسر الباب، دخل نزل على القاتل ده شلال بوكسات وضرب متواصل، مفيش ولا ضربه بتيجي في الهواء، ومن غير ذره رحمه جابوا الارض مسح بيه البلاط والقاتل اغمى عليه في مكانه. دونج لي من غله فضل سحله طول الطريق لحد ما جابوا المقر بتاعه، حتى وهو بيبخ دم من بقه. الوحش ده كان بيحاول يضحك، ولما دونج لي شاف المنظر ده اتعفرت اكتر وقال في نفسه ان الاشكال الوسخه دي ما تستاهلش تعيش. بس وهو خلاص هيخلص عليه ويقتله، الضابط كام طب عليهم في اللحظه دي، زق دونج لي لورا وقام مكلبش السفاح وقابض عليه.
وفي ثواني الخبر لف بالدنيا، السفاح اتمسك خلاص والبلد كلها اتقلبت. الصحافة والإعلام هجموا على المستشفى. القاتل كان هادي جدا ولا باين عليه خوف ولا ندم، أنكر كل التهم والمصايب اللي عملها، والبوليس ما كانش في إيده دليل مادي وتقيل، مستحيل يلبسوه القضية كلها بحتة سكينة يتيمة. كام وقف قليل الحيلة وهو نفسه قال يا ريت دونج لي كان ريحه وخلص عليه هناك وخلاص. في المحكمة السفاح قاعد حاطط رجل على رجل ومطمن، مفيش ولا شاهد ولا دليل، والقانون ما كانش عارف يعمله حاجة. كان قاعد بيضحك جوه المحكمة، بس فجأة كده دونج لي دخل قاعة المحكمة، حط كل الأدلة والقصة بحالها قدام القاضي على الترابيزة، وحكى إنه في وقت العركة ضرب القاتل ده في صدره، والبوليس كشف عليه ولقوا إن الكلام كله صح وفي الجون. ده غير إنه طلع لهم الجواب اللي السفاح كان بعته قبل كده، وخط الإيد طلع مطابق بالملي. كده القاتل ما بقاش قدامه أي مفر يفلفص منه، وفي النهاية المحكمة حكمت عليه بالإعدام. في نفس الوقت دونج لي سلم نفسه، كان جاهز يدخل السجن علشان كسر القانون، ولما دخل السجن كل المساجين بصت له باحترام، والسفاح لما شافه وشه جاب ألوان وصفر، لأن كان قصده يحطهم مع بعض في زنزانة واحدة علشان دونج لي يجيب حق البنت البريئة اللي ماتت. تفتكروا بقى دونج لي هيعمل فيه إيه؟ أكيد إحنا عارفين وعارفين كويس كمان. لو الفيلم ده عجبك تديله كام من 5؟ ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات، وتعمل شير ولايك للفيديو، وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة أول بأول. سلام.